السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين الكرام، مرحبا بكم على قناتي وقناتكم عالم جوهرة الصحراء مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي عبارة عن بريوات بحشوة يعني مميزة ولذيذة جدا. نتمنى أنكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم بصحة جيدة وتشاهدوه وينال إعجابكم. ونتمنىكم دائما أي وصفة حطيتها وعجبتكم يعني تخلوا لي في التعاليق كيف جاتكم، ودمتم في أحسن حال ودمتم في أحسن حال، وكنشكركم جميعا. ومن هنا غادي نخليكم باش ندوزوا المكونات اللي غنحتاجوا لهاد الوصفه ديالنا او هاد البغيوات ديالنا. كيف كتشوفوا راه صراحه كيجوا لذاذ. انا قدمتهم بهذا الشكل هذا مع القليل من الطماطم والقليل من الخس وهانتم معايا في المكونات اللي غادي نحتاجوا لهاد البغيوات ديالنا. هنا قطعت البصل، يعني كميه من البصل على حسب الكميه اللي عندكم ديال الورقه او على حسب الكميه اللي غادي نتوما توجدوا ديال البغيوات. انا هنا حطيت البصل يعني بالكميه اللي انا محتاجه، ولا نضيف عليها القليل من الملح، وغادي نخلي الكل يتشحر مزيان، ولا نضيف ايضا القليل من زيت الزيتون. نخلي الكل على نار يستوي ويتشحر شويه، ومن بعد غادي نضيف باقي المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الحشوه ديالنا كيف كتشوفوا. وكنتمنىكم دائما يعني تكونوا باحسن حال، وما تنساوني دائما من يعني وين ما وصلتوا في الفيديو خلوا لايكاتكم وخلوا تعاليقكم، وشكرا لكم جزيلا الشكر. هنا كنضيف القليل من الثوم، انا ما ضفته من الاول ولكن ضفته دابا. المهم الثوم كيبقى حسب الرغبه، يعني نتوما والكميه اللي تبغوا تضيفوا. وكنخلط الكل يعني نخليه يتشحر. بعد ما كتشحر البصله ديالنا يعني كتطيب كيف كتشوفوا في الصوره، كنضيفوا لها يعني الحشو المكونات الباقيه اللي عندنا. هنا صدر الدجاج انا قطعته قطع صغيره، ماشي مفروم ماشي كفته، يعني كيبقى غير قطع صغيره. كنحطوه على البصل وكنخلي الكل يعني يستوي على نار. وكنضيف له ايضا القليل من الزنجبيل او نسكجبير، والقليل من الفلفل الاسود الابزار، وقليل من القزبر حبوب اللي هو مطحون. هادو هما يعني التوابل اللي غنحتاجو لهاد الحشوه هادي، كيجوا صراحه رائعين. وكنخلط الكل، وكنضيف ايضا الربيع او القزبر والمعدنوس، وكنخلط الكل على النار، وكنخليه بين ما كيطيب عندنا صدر الدجاج اللي احنا حطيناه، وكنضيفوا له باقي المكونات. وهانتم معايا حتى نهاية الفيديو. وما تنساو إلا وصلتوا هنا خلوا تعاليقكم وخلوا لايكاتكم، وكنشكركم دائما. وكنتمنى اني هاد الوصفات اللي كنحط يعني ينالوا اعجابكم وتكونوا كتستافدوا منهم شي حاجه، وهذا هو الاهم. هنا من بعد ما غادي نخليهم يطيبوا، يعني كنعود وجدت الورقه. انا الورقه ما وجدتهاش في البيت، يعني كنت شريتها من السوق. ونخلو يعني وكنوجدوها باش منين كطيب عنا الحشوه وكتبرد كنكونوا حنا موجدين الورقه ديالنا باش كنعمروا البريوات ديالنا. وهذا هو كل شيء. نتمنىكم دائما تكونوا في احسن حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. وشكرا لكم جميعا، يعني الناس اللي كتخلي لي دائما تعاليقها كنقراها وكنشوفها وكيعجبوني وكيشجعوني، سواء الناس قدام سواء الناس جداد. كنشكركم جميعا، وكنقول لكم القناه بلا بكم راهي ما كاينه، وانتم هما كل شيء في القناه. وخايا احنا غنا لا يعني لا ولفنا هذا الشيء وصافي. بالنسبه للاضافه اللي الاخيره هي القرع الاحمر، اللي هو ايضا قطعته قطع صغيره كيف شفتوا.
وغادي نضيفو على الحشوه اللي انا كنوجد معاكم اللي هو الدجاج والبصل، وكنخلي الكل يستوي شويه. يعني بالنسبه للقراع كنخلوه يطيب غير واحد شويه، يعني ما كنخلوش يطيب بزاف لان هو كيطيب بسرعه ما كيتعطل. وهذا هو اهم حاجه هنا. من بعد ما يعني من بعد ما غيطيب هاد الحشوه هذه، بالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا الشعريه الصينيه او الفيرميسيل يمكن لهم يضيفوها. انا هنا ما توفرتش عندي وما بغيتش نضيفها، اكتفيت يعني بالموجود وصافي. المهم نتوما ضيفوها، راه كتجي حتى هي زوينه معاهم وهذا هو. دابا هنايا كنقطع الورقه على حساب الشكل اللي انا بغيت نقدم به البغيوات، واش صغار واش كبار. كنت قطعت الورقه على 4 كيف كتشوفوا معايا في الصوره، وكنحطوها. يعني من بعد ما كنقطعوها كنحطوا الكميه اللي حنا غادي نخدموا بها، والكميه الباقيه كنحطوها في البلاستيك او في يعني كنغطوها بالبلاستيك باش ما كتنشف معانا. هنا من بعد ما حطيت واحد الكميه انا غنحط لهم الحشوه اللي انا وجدت معاكم، ما زدت حتى اضافه. كيف شفتوا هذاك هو اللي كنت ضفت. غير هو بالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا فيرميسيل يضيفوها، انا ما كانتش متوفره عندي كيف قلت لكم، واكتفيت يعني بهذا الشيء اللي عندي. انا من بعد ما حطيت الحشوه على هذا الشكل هذا بديت كنطوي البغيوات ديالنا، وكنسدهم بالقليل من الدقيق اللي انا حضرته هو والماء باش نسدهم به باش ما يتفتحوا. وهانتوما معايا حتى نهايه الفيديو. يعني هنا من بعد ما كملت الكميه، هاد الكميه غنحتفظ بها، والكميه اللي حطيت انا في الطاوه او في الصينيه غادي ندخلها للفرن كيف كتشوفوا. وهنا بحال كنحتفظ به يعني في البلاستيك ديال المجمد. كيف كتشوفوا كنحطوه على هذا الشكل هذا، راه ما كيلتصق ما كيوقع ليه والو. يعني كنحط واحد الكميه منه في البلاستيك، وكنسد البلاستيك ديالي كيف كتشوفوا في الصوره، وكنبقى مستمره حتى نهايه الكميه اللي عندي. من بعد ما كندخلوهم الفرن وكنخرجوهم، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. الصراحه راه كيجو بنان، وطريقه يعني سهله واقتصاديه، والمذاق مختلف على المذاقات اللي احنا دائما كنوجدوا بهم بغيوات، يعني مذاق مختلف. وكنقول لكم شكرا لكم جميعا، يعني الناس القدام والناس الجداد، الناس دائما اللي هما في القناه. ودمتم في احسن حال، والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله. ومع السلامه، ونتمنى انكم ينال اعجابكم الوصفه اللي انا حضرت معاكم. وهانتم الى نهايه الفيديو، خليكم معايا الى نهايه الفيديو، وكنستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه. ودمتم في احسن حال، والى اللقاء.